الصحافة الإيطالية تكشف سر رفض نصيري الانتقال لنادي ميلان الإيطالي. في آخر يوم من أيام موسم الانتقالات الصيفية، رفض النجم المغربي يوسف نصيري لاعب نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم الانتقال إلى فريق ميلان الإيطالي. وأوضحت الجريدة الإيطالية لا غازيتا ديلو سبورت أن ناديي إشبيلية الإسباني وميلان الإيطالي كان قد توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال نصيري إلى ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 6 ملايين أورو، مع خيار الشراء مقابل 25 مليون أورو. إلا أن نجم الأسود رفض رفضا قاطعا هذا الاتفاق، حيث يبحث اللاعب عن الانتقال بصفة نهائية لا على سبيل الإعارة، وهذا الشرط هو من أعاق المفاوضات بين إشبيلية وميلان. يذكر أن نادي ويست هام الإنجليزي كان مهتما جدا بالنجم المغربي، وأبدى رغبته في عديد المناسبات في ضمه، حيث يعتبر اللاعب هدفا للهامرز منذ سنة 2021. إلا أن النادي الأندلسي لم يقتنع حتى الآن بالعروض المقدمة. نشير أيضا أن العقد الذي يربط النجم المغربي يوسف نصيري بنادي إشبيلية الإسباني لا يزال ساريا لغاية سنة 2025. هل في رأيكم الانتقال على سبيل الإعارة بالنسبة لنصيري كان خيارا رائعا، أو أن قرار اللاعب بالبقاء في نادي إشبيلية هو الأحسن بالنسبة لمسيرته؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.